ايه اللي انتي بتعمليه ده يا قليلة الادب؟ حرام عليكي البنت، حرام عليكي، بس حطيت لها كاتشب. ايه اللي انتي عملتيه ده؟ ايه ده بس؟ والله ما ينفع كده. هل ده يرضي ربنا؟ هل ده يرضي اي ضميرك؟ يعني البنت في مكان عام بقى، شغل تقريبا او الكلية ولا ايه، لسه مش عارفين. فاللي هو تبقى ماشية كده يا عيني وسط الناس ووسط زملائها، وهي ملحوسة بالكاتشب ومعرفش ايه. ايه الغل اللي بقى فيكوا ده؟ وايه اللي انتوا بقيتوا بتعملوه ده؟ والله حرام عليكوا والله. الواحد شاف كمية غل، شاف كمية حقد من الناس، وشاف كمية كراهية. ليه؟ معرفش. انا ببقى هتجنن. اللي هو ليه يا جماعة؟ ليه انتوا وصل بيكم الحل كده؟ ليه بقى قلبكم مليان كراهية قوي كده لمجرد ان حد ممكن يكون احسن منكم؟ طب ما هو لو احسن منكم ما تقلدوه واعملوا زيه وابقوا احسن منه، مش تأذوه. دلوقتي بقيت اشوف اي حد بقى ناجح وحد مش عارف يبقى زيه، يقوم رايح اذيه اوام. يعني اللي هو مفيش محاولة، مفيش محاولة ان انتوا تبقوا زيه. لا لا، ازاي نأذي؟ نأذي على طول. طب ليه؟ طيب ليه؟ شوفوا هو ناجح في ايه واعمله، اتعلموا. مش عيب ومش غلط. العيب ان انت تأذي، العيب ان انت تظلم، الغلط انك انت تحاول تبوظ حياة حد لمجرد ان هو احسن منك. طب ما هو لو هو احسن منك في حاجة ممكن انت تبقى احسن منه في حاجة. ليه بقينا نبص دايما لبعض كده؟ ليه بقينا الناس عينيها في حياة التاني؟ دي بقت حاجة بجد، استغفر الله العظيم يا رب، حاجة بقت وحشة. حاجة بقت وحشة، بقت ابتلاء. ابتلاء من النوع القاسي الصعب. انك تلاقي كل الناس باصين في حياتك، وكل الناس عينيهم في الحاجة اللي معاكي، رغم ان هم ما شافوش ما ورا الكواليس. يعني ايه الكواليس اللي حصلت وايه الحاجات اللي اتحصلت؟ هم ما شافوهاش. شافوا ان انتي وصلتي نجحتي خلاص. ما شافوش بقى قبل كده، ما شافوش انتي تعبتي، ما شافوش كل الكلام ده. فدي للأسف أسوأ حاجة البني آدم بيحصل له. اهو يا عيني البنت اتكسفت وصعب على نفسها ومعرفش ايه، لمجرد ان واحدة انانية وواحدة حقودة عملت فيها كده. بقيت اتضايق وبقيت ازعل من الناس دي بجد. اللي هو انتوا ليه بتأذوا؟ ليه بتعملوا كده؟ حتى عارفة ان هو تمثيل، عارفة، بس الواقع بقى فيه أسوأ. الواقع بقى فيه ناس أسوأ بكتير، هما بيمثلوا حاجات هما جايبينها من الواقع أصلا، جايبينها من الناس اللي حواليهم. فللأسف الناس بقت وحشة جدا. ده اصلا انترفيو علشان خاطر يختار واحدة تبقى مثلا السكرتيرة، موظفة عنده في الشركة. فهي والبنت دي كانوا رايحين يقدموا، قامت بوظت شكل البنت التانية علشان هي اللي تكسب وتفوز بالوظيفة. فاللي هو ده هو اصلا شافك، ده هو شافك يا بت. الحوضة عايزة تفوز بالوظيفة ازاي؟ هي الاشكال دي بقى بتبقى عايزة تفوز كده. الناس اللي هي تعبت واجتهدت، تعبت جهدها، باحترامها، بنجاحها. لكن التانيين دول عايزين ينجحوا لا مؤاخذة. اه والله العظيم. بس ما بينجحوش عشان هم فاكرين ان كل حاجة هتمشي لا مؤاخذة. فاللي هو مش عارفة. عارفة اننا بنزعل لما بنتأذي وان هما بيظلمونا وان هما معرفش ايه، بس والله ربنا بيكشفهم على حقيقتهم. زي ما هي اتكشفت على حقيقتها هي لمجرد ان هي كانت عايزة تأذيها، فربنا بيكشف كل واحد على حقيقته، كل حاجة بتبان. فاللي هو يعني ادعوا دايما وقولوا الحمد لله على كل شيء،
وربنا دايما هيجيب لكم حقكم من كل واحد بيحاول يظلمكم. وخلوا لسانكم دايما ما تدعوش باللي هو دعوات وحشة، لا قولوا حسب الله ونعم الوكيل، دي صدقوني كفيلة.